11 من يونيو بدأت الحكاية، وبتاريخ 19 من يوليو أسدل الستار على بطل النسخة 23 من كأس العالم. إسبانيا بطلة للعالم. بين التاريخين لم يكن هناك بطولة فقط، كانت رحلة كاملة من الجنون، الصدمات والدموع والأحلام التي عاشت حتى النفس الأخير. 48 منتخبا دخلوا السباق، كل منتخب جاء بقصة، وكل جمهور جاء خلف منتخب بلاده. في البداية كان الحلم متاحا للجميع، لكن كأس العالم لا يرحم. مباراة بعد مباراة بدأت الوجوه تختفي، وبقي فقط من يعرف كيف يصمد. رأينا الكبار يسقطون تباعا. البرازيل غادرت أمام النرويج في صدمة لا تنسى. ألمانيا خرجت أمام باراغواي بركلات الترجيح. فرنسا وصلت بقوة، لكنها توقفت أمام إسبانيا. وإنجلترا كانت قريبة جدا، لكنها دفعت ثمن التراجع أمام الأرجنتين. ورأينا العرب يكتبون فصولا لا تمحى. المغرب لم يكن ضيفا، المغرب قاتل، تأهل، أسقط، وصل بعيدا، وذكر العالم أن أسود الأطلس لم يعودوا مفاجأة عابرة. مصر أيضا عاشت ليلة مجنونة أمام الأرجنتين، تقدمت، قاتلت، اقتربت من المعجزة، ثم خرجت بوجع كبير ورأس مرفوع. الجزائر حاولت، السعودية، قطر، تونس، العراق والأردن حملوا الحلم العربي، وكل منتخب ترك شيئا من روحه داخل البطولة. هذه النسخة كانت الأكبر في التاريخ، لكنها لم تكن كبيرة بالأرقام فقط، كانت قصة كبيرة. إسبانيا لم تفز لأنها تملك الكرة فقط، فازت لأنها تعرف متى تصبر، متى تضغط، ومتى تضرب. وفي نصف النهائي أوقفت فرنسا بهدفين دون رد، وفي النهائي أمام الأرجنتين وميسي سيطرت بالطول والعرض على كل المباراة، واحتاجت إلى هدف وحيد، هدف كان كافيا ليكتب نهاية البطولة. إسبانيا بطلة للعالم لأنها كانت الفريق الأكثر توازنا، ليست فقط بالمهارة وليست فقط بالاستحواذ، منظومة وشخصية وهدوء وذكاء في اللحظات الحاسمة. أما الأرجنتين فخرجت من النهائي بخيبة أمل، لكنها لم تخرج بلا مجد. ميسي أخذ البطولة حتى آخر صفحة، قاوم، قاد، وحاول أن يكتب فصلا جديدا، لكن هذه المرة الكأس اختار إسبانيا. في 11 من يونيو إلى 19 من يوليو عشنا مونديالا لا يشبه غيره. أهداف قاتلة، ركلات ترجيح، قرارات وفار، مدرجات لا تنام، ومعلقون حولوا اللحظات إلى ذاكرة. وفي النهاية كأس العالم لا يبقى فقط في الأرقام، يبقى في اللقطة التي جعلتك تصرخ، وفي الهدف الذي لم تنسه، وفي المنتخب الذي جعلك تؤمن، وفي دمعة لاعب بعد صافرة النهاية. بدأت الحكاية في 11 من يونيو، وانتهت في 19 من يوليو بتتويج إسبانيا. لكن الحقيقة كأس العالم لا ينتهي عند رفع الكأس، ينتهي فقط عندما نتوقف عن تذكره، وهذه النسخة لن تنسى.